أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد بخصوص المنتخب الوطني واللقاء القادم أمام منتخب جنوب إفريقيا في دور ثمن النهائي كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكوت ديفوار. نعم، في هذا الفيديو غادي نتكلموا على أن المنتخب الوطني سيواجه جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي. لماذا أو علاش؟ قبل أيام أو قبل مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب زامبيا وقع خبر كالصاعقة على بعثة المنتخب المغربي بتوقيف المدرب الإطار وليد الركراكي لأربع مباراتين موقوفة التنفيذ بعد واقعة مباراة الكونغو أمام عميد الفريق المنتخب الكونغولي لبيمبا بعد نهاية المباراة، والشنآن الذي وقع بين المدرب واللاعب. تم توقيف المدرب المغربي وليد الركراكي، فيما لم يتم توقيف اللاعب الكونغولي رغم الحركة الغير أخلاقية في حق المدرب والشنآن الذي وقع بين اللاعبين، إضافة إلى شنآن آخر في الطريق إلى مستودع الملابس بين يوسف النصيري واللاعب مبيمبا دفاعا على المدرب وليد الركراكي. نعم، مبيمبا خاض مباراة دور الجولة الثالثة من دور المجموعات بكل أريحية بدون أي مشاكل، لعب المباراة كعميد مباراة كاملة، فيما تم توقيف الإطار الوطني كما قلت لأربع مباراتين موقوفة التنفيذ. المغرب استأنف أداء الحكم أو أداء هذه العقوبة. اليوم سيتم النظر في هذا الاستئناف. نتمنى من الاتحاد الإفريقي أن يتدارك الأمر وأن يتم تخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة، ومن ثم سيكون وليد الركراكي حاضر يوم الثلاثاء المقبل. لماذا قلت الاتحاد الإفريقي؟ لأن الفريق المنتخب الجنوب افريقي يتكون اغلبيته من لاعبي ميلودي سان داونز الجنوب افريقي الذي يترأسه جوزيف بي موسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، هو الذي يترأس هذا النادي. صراحة أنا أعتبرها مباراة صعبة جدا، لأننا سنواجه جنوب إفريقيا وماميلودي سان داونز وموتسيبي بالاتحاد الإفريقي والمنظومة الكروية في الاتحاد الإفريقي، عكس الذين يقولون بأنه القجاع يتحكم في دواليب الكاف، القجاع والكولاسة وما إلى ذلك. ما كاين لا كولاسة لا والو، كاف محكمين فيها ناس آخرين. كون كان القجاع محكم فيها كون كاع ما يوقفوا المدرب قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة، والمباراة كانت مهمة أمام زامبيا، لكن تم توقيف المدرب وخوض المباراة بالمدرب المساعد رشيد المحمودي. لكن ما وقع وتم التأهل إلى الدور الثاني، لكن في هذه المباراة سيكون أشياء كثيرة ستظهر خلال المباراة. الموتسيبي سيفعل المستحيل من أجل تأهل جنوب أفريقيا إلى دور الربع رفقة لاعبي الذين يمارسون في ماميلودي سان داونز
اللي حقق الدوري الإفريقي أمام الوداد آنذاك. جنوب الفريق الجنوب الإفريقي كما قلت بأنه فريق صعب أمام كما شفنا المباراة الأخيرة بين المنتخبين، هزم المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف واحد في جوهانسبورغ جنوب إفريقيا. لكن هذه المباراة مختلفة عن المباراة السابقة، مباراة في مسابقة إفريقية دور ثمن نهائي. المغرب يطمح للذهاب بعيدا في هذه المسابقة الإفريقية بعد الإنجاز التاريخي اللي قدمه في كأس العالم والوصول إلى نصف نهائي. أقل حاجة يديرها المغرب في هذا الكأس إفريقيا هي يتأهل الدومي فينال، ولما لا الفينال والفوز باللقب. لكن هذا تنقول بأنه أقل حاجة إلى خرج من الثمون تتعرف فضيحة كروية صراحة، لأنه المنتخب بعد الإنجاز التاريخي غير ممكن أن يخرج من دور الثمون. يجب عليه التأهل إلى المباراة النهائية والفوز باللقب، هذا كل شيء. والمباراة أمام سان داونز كما تنشوفوا أمام جنوب إفريقيا، هو سان داونز جنوب إفريقيا طريقة اللعب هي بأنه اللاعبين يعتمدون على مترابطات قصيرة فيما بينهم. المرتدات الهجومية تكون سريعة جدا، عندهم لاعبين سريعين في الهجوم ووسط الميدان، أقوياء يتحكمون في الكرة في وسط الميدان. لكن نتمنى بأنه المنتخب الوطني في هذه المسابقة وهذه المباراة يقدم مستوى كبير عكس المباراتين السابقتين أمام الكونغو الديمقراطية وزامبيا، اللي في الشوط الأول تظهر بمستوى جيد نوعا ما، لكن في الشوط الثاني تكون هناك تراجع تقني وبدني كبير، واللي تخلي أنه المنتخبات الأخرى تتحكم في زمام الأمور وتكون قريبة من تسجيل أهداف لولا الحظ وبراعة الحارس ياسين بونو اللي في المباراة السابقة أنقذ المرمى ديالو من أهداف محققة عبر تسديدات قوية من لاعبي المنتخب الزامبي. نعم، نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المباراة روح رياضية وتمشي في جوها الرياضي بعيدا عن الكولسة وعن أنا رئيس الكاف. يجب أن يتأهل المنتخب الجنوب إفريقي، لا خلي أرضية الملعب والمستطيل الأخضر هو اللي يحكم، والأفضل هو اللي يفوز ويتأهل لدور الربع إن شاء الله. هذا كل ما لدي في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديوهات أخرين، إلى اللقاء.